اليوم راح نشوف هاني المعضل. انا بصراحه من جديد لحتى عرفت انه اسمه هاني المعضل. اظن اغلبكم بيعرفوا يعني هذا الشخص حطيته بسلسله دارك ويب بالعراق وقتها، بس انه وقتها كان يعني مثل هيك في جزء بالمقطع عم بحكي عنه، اما هالمقطع راح اشوف مقاطعه كلياتها. كونه اخر فتره كثير عم تكتبوا لي شوف هاني المعضل هاني المعضل، وانا ما عم بعرف مين هذا اصلا، لحتى بحثت عليه لحتى عرفت انه هذا اسمه هاني المعضل. اما ما بعرف شو كان اسمه من قبل، بس يعني هلا من جديد لحتى عرفت انه اسمه هيك. فخلينا نبلش بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك. رجعنا لكم يا جماعة الخير فيديو جديد، فيديو ردة فعل على شاب عراقي يعني هيك شيء كثير محترم. هو شوفوا بغض النظر عن الشغلات اللي بيعملها، انا ما بعرف شو محتواه الجديد، انا ما بعرف اذا مغير اسمه من جديد وانه مثل فاتح صفحة جديدة يعني مع العالم، لكن هلا رح نشوف مع بعض يعني شو محتواه الجديد، شو قالب على شو يعني، وليش العالم عم تطلب مني اني اعمل عليه ردة فعل، انه شو المحتوى اللي عم ينشره حاليا. المحتوى القديم يعني كلياتنا بنعرفه، يعني لما يقعد يتمالح على اساسه يتبايخ قدام الكاميرا، وانا بصراحة ذاك المحتوى يعني ما كان عندي مشكلة معه بالمرة، يعني انا كان بصراحة يعجبني. يعني يمكن العالم بتشوف انه عم يقلل من حاله وهيك شيء، بس انا كان يعجبني الشاب، انه كان بيضحكني يعني. فقبل ما ابدا المقطع اللي مو حاط لايك يحط لايك، خلينا نشوف هذا الفيديو قديش رح يوصل لايكات، واللي مو مشترك كمان بالقناه يشترك، ما ضل شيء حتى نوصل ل 200,000 مشترك. وحسابي على الانستا وعلى التيك توك هنيك بيطلع لايفات من فتره لفتره، وكمان السناب شات تحت بنزل يوميات من فتره لفتره، فاللي حابب يضيفني رح تلاقوا حساباتي تحت بالوصف. وبس هلا خلينا نبلش بالفيديو. شباب بس تعالوا شوفوا ايش لقيت ببطن الثلاجه، بس تعالوا شوفوا عليك الله اوقف. ابداعت امك الغاليه، حط لنا لايك ومتابعه وسوي لنا حركه الاكسبلور، ان شاء الله تنجح بدراستك اذا تسويها. تابعوني بهذا الحساب، حساب الاول تبند، تابعوني بهذا، تابعوني بهذا الحساب، تابعوني شباب بس تعالوا شوفوا ايش لقيت ببطن الثلاجه، بس شوفي بالثلاجه. انا عم كمل فيديو بدي اشوف فيه بالثلاجه. لا وانا تارك الفيديو يعني والله العظيم ولا خطر لي اصلا، تارك الفيديو. بس يعني بتعرفوا انه في عالم انه كتير بدها قصه انه حطوا لايك كل شوي يحكوا لكم، يعني مو كل العالم هيك، بس يعني انه توقعت انه يورجينا اقل شيء بالثلاجه حتى لو شيء تافه يعني. اكون خلينا نشوف فيديوهات ثانيه كمان. شباب بس تعالوا شوفوا ايش لقيت ببطن السمك، بس تعالوا شوف عليك الله اوقف. ابداعت امك الغاليه، حطينا لايك ومتابعه وصلنا حركه الاكسبلور، ان شاء الله امك وابوك يطبون للجنه اذا سويتهم. وتابعونا بهذا الحساب لان الحساب القديم انحضرت به، فتابعونا بهذا الحساب، تتابعونا بيه، تتابعونا بيه. راح يضل ياكل الفيديوهات، ما بعرف شلون بحضر انا. وين فيديوهاته القديمه، فيديوهاته هذوك اللي كان يعني يجيب العيد عن جد، يجيب العيد. شو الفيديوهات هذول؟ راي ضل عليك اخوي الغالي، وقف حط لايك ادعي لي مدري بعدين ينهي الفيديو. شباب بس تعالوا شوفوا شنو لقيت ورا الباب، شباب بس تعالوا شوفوا عليك الله اوقف. ابداعت امك الغاليه. مشكلة التعليقات كلياتها بتقعد طب مو طالع لكم يعني؟ هي انا وقعت بالجورة مرة يعني، بس ما وقع مرتين وثلاث مرات. بعدين انا بدي اعرف هاني يا جماعة الخير عنده جراءة مو طبيعية. الفيديوهات اللي كان ينشرها قبل واللي بينشرها هلا فيها جراءة، يعني ما اي انسان فينا ينشر هيك فيديوهات. بس انا بصراحة يعني لي ساعتين عم شوف الفيديوهات تبعه، يعني في فيديوهات يعني كتير بايخة بصراحة. يعني من قبل انا بشوفه كان يضحك اكثر، رغم انه محتواه القديم يعني لو كمل فيه وصار بالمستقبل انه هذا الشيء رح يضره كتير، لكن هذاك المحتوى بصراحة كان يضحكني اكثر. يعني انا ما بعرف والله شو محتواه، يعني شو الشيء اللي حابه هو يعمله او ينزله، او في حاس في فكرة براسه بس ما عم يعرف ينفذها. ابو علي، راح اسوي شيء وانزل، يعني اقول شيء وانزل. هاني شو هالفلتر هاني؟ بس شو هالفلتر شلون حاطه وعم يحكي مع العائش؟ شلون انت شو هيك هاني؟ شنو هذا الشيء وليش تنزلين؟ يعني اقوله وانزل. زين ليش تنزلين؟ ممكن اعرف السبب؟ يعني اسباب. اوكي قولي. والله الصراحة انا حيل معجب بيك وكلش احبك. كفو. انزل. كفو. شو كانوا ابو علي الرابر، هذا اسمه ابو علي الرابر اللي طالع معه رابر كمان، يعني كانوا عملوا كفو. شو قال له؟ ليش هيك انبسط لما نزل هداك؟ شبك ابو علي؟ ليش ابو علي ابو علي ليش انبسطت ابو علي؟ هلا هاني اوكي بنعرف حركاته وبنعرف شو شغلات اللي بيعملها على اللايف هو، بس انه هداك الثاني ليش انبسط؟ يعني ترى شاب اللي قال لك انا حيل معجبه فيك وكلش احبك، يعني انه شاب يعني مو بنت. شبك ابو علي؟ شبك رابر ابو علي انت؟ شوف حبيبي حمود، انت لا تلبس لي رداء الحكمه ويعني اني ما عندي ماضي سيء وما ادري شلون. ترى كل احنا عندنا ماضي سيء، بس خلونا نشوف شنو كان هو ينزل بمحتوى القديم، ما دام هو يريد يعني يشوف الماضي مالتي، بس خليه يشوف الماضي مالته.
شو صاير ولعان؟ مين علقان مع مين؟ شوفي، وهي المشكله من امتى صايره هي؟ يا جماعه الخير اتفقنا انه تخبروني بكل شيء، يعني حتى لو غبت شوي عليكم تخبروني بكل شيء، تعملوا لي منشن. شوفي مشكله صايره ما بعرف فيها انا، معقول في شيء صاير وانا ما بعرف فيه؟ يعني مفروض ان شاء الله جارتكم اتخانقت مع جوزها تخبروني، يعني شلون صاير مشكله بين اثنين ومو مخبريننا على السوشيال ميديا او على التيك توك؟ في شيء يا جماعه الخير؟ ما اتفقنا قلنا لكم تخبروني بكل شيء. شوف هاي المشكله صارت وراحت وما عملت عليها فيديو. حرفيا ما بعرف ليش الشعور، بس في صداع جاني في معدتي بعد ما صاروا يعملوا لهم هلا تصاميم. ابطل محتوى، واحد محتوى ايجابي، محتوى انا متعاني. جماعة الخير قسما بالله عم تابع لك، ما لي فهمان شيء، ما بعرف الفيديو ده صارت مدته بس ما لي فهمان شيء. طبعا كله راح ينقص، هلا يمكن انا هلا واصل الدقيقة الرابعة والخامسة، يعني ما لي شايف شيء لانه قاعد عم فتل، ما عم بعرف شو عم يصير يا زلمة، ما بعرف في مشكلة. هاني طبعا كثير متغير، او ما سمعت يعني المشكلة اللي صايرة من اول ما فتله، كثير متغير الشاب، يعني انه كان عنده ماضي وخلص اعترف انه هذا ماضي، انه كان صغير يعني، لكن هلا يعني واضح متغير. يعني عم شوف صفحته من شوي، يعني فيديوهاته كلها ما لها علاقه بالفيديوهات القديمه اللي كان ينشرها، يعني فيديوهاته القديمه معروفه تبع لما كان يحط فلاتر بنات، ولما كان يقول للبنات انه شو راح تسوين لو شفتين، يعني كلها بنعرف فيديوهاته. لكن على هو ما اللي شايف حاليا يعني كتير متغير الشاب، جدا متغير. شباب طبعا انا مو امنين، بس هاي الاغنية عالمية. مش هيك عم نمدحك يا هاني يا حبيبي، مش هيك عم نمدحك. شو بك قلبي؟ لا انا هو شوي يعني والله ما نزلت كتير، شوي نزلت لقيت يعني نفس القصص شوف هالفيديو مثلا. اخوي هذا الفيديو من 3 شهور بالضبط، او من شهرين تقريبا، من شهرين بالضبط، يعني حتى يمكن كمان اقل من شهرين. انت وين متغير؟ انا ما بعرف، يعني هو المشكله اللي علقها مع الشاب الثاني على اساس انه متغير، يعني مثل هذاك عم يورجيه ماضي، فهذاك طلع له ماضي كمان للثاني. لكن وين انت من شهرين، اقل من شهرين عم تحط فلاتر؟ هي فلاتر يعني يا غالي يا حبيبي، هي فلاتر. شباب طبعا انا مو بيلي ايليش، بس هاي الاغنية عالمية. نانا وجنامي الدنيا نامي ما اخوي محتواك بايخ، كتير بايخ، يعني انا مو بشي ما قصدي شي يعني، بس انه محتواك بايخ كتير تافه، عن جد كتير تافه المحتوى. طبعا انا ورجيتكم اظن فيديوهين او 3 فيديوهات تبع، راح ورجيكم شوفي بالثلاجة، وراح ورجيكم شوفي بحوض السمك ومدري شو. هدول الفيديوهات منزل يمكن شغلة 7 ما بعرف كم فيديو، بس منزل كتير فيديوهات عن هاي القصة، انه نفس الشيء على اساس بده يورجي المتابعين شيء، بعدين انه يكمل انه حطوا لايك وحطوا مدري شو مشان يخلص الفيديو. وهي تقليد الاغاني وتقليد مدري شو، كمان ورجيتكم مقطعين بس تقريبا منزل شيء 7 ل 8 مقاطع نفس القصة. فاخوي محتواك انت متراجع جدا، يعني هو محتواك القديم صراحه ما بشجعك عليه بالمره. انا عم لك انا بيضحكني، بس انه انت كالك ما منيح هذا الشيء. انا يعني انا لما عم بضحك عم بضحك عليك، ما عم بضحك على الفيديو، مو انه انت كوميدي، بس انت عم تعمل بحالك شغلات عم تخلي العالم تضحك عليك فيها. انا والله ما قصدي شيء يا جماعه الخير، لكن محتوى اللي منتقل له يعني اللي متغير له على اساس الافضل تافه، يعني ما بيضحك بالمره والله. لهون رح ننهي الفيديو يا جماعه الخير. طبعا مع احترامي لهاني، انا ما بتمنى له الا الخير، يعني الفيديو كلياته بس رأي، يعني عم بشوف ردة فعل على فيديوهاته. فاذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك يا جماعه الخير، والمشترك كمان بالقناه يشترك، ما ضل شيء حتى نوصل ل 200,000 مشترك. واكتبوا لنا رايكم تحت بالتعليقات، يعني هل بتشوفوا انه شخصيه هاني الحاليه هي المنيحه، يعني هي اللي بتضحك؟ انا بصراحه عن نفسي بشوف هاي الشخصيه يعني او هاي الشيء اللي منتقل له حاليا كثير بايخ، كثير تافه، والماضي تبعه كان بيضره له كثير. فانا ما بعرف الشاب شو يعمل، انتم تكتبوا تحت بالتعليقات يعني. وحساباتي بتوصل الشمارة لو كمان كلياتها بالوصف، اي فكره تحب انه نشوفها، اي
فيديو تحبوا اني اعمل عليه ردة فعل ابعتوا لي اياها على انستا وعلى التيك توك، او اذا عندكم افكار جديده او افكار غريبه او شغلات بدكم يعني اني اشوفها اكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات او ابعتوا لي اياها على الانستا. تابعوني كمان يا جماعه الخير على التيك توك، يعني انه هنيك عم صير يعني اطلع لايفات من فتره لفتره، وراح تجي فتره ان شاء الله راح استمر فيها لايفات كتير. فبس يا جماعه الخير دمتم مدام الوطن وعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.